السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير دايما وعلى خير. النهارده بقى انا جيت لكم بيوم جديد وروتين جديد في افكار حلوه. كله نشاط كده وكله طاقه ايجابيه، ان شاء الله تتنشطي مني ويبقى عندك كده طاقه ايجابيه ان شاء الله، وتبقي شطوره كده ومش هتبقي كسلانه. طبعا من البرد والاجواء اللي احنا فيها ديت. فربنا يعيننا جميعا يا رب. بس يلا بقى كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا الجميل ده، حطوا لي اللايك، بيشجعني جدا يا حلوين. وكومنت حلو منكم ليا، بحب كلامكم قوي. و... واللي ما بيشوف قناتي لأول مرة ما تنسوش الاشتراك فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم على طول. وحابة اقول لكم كلمتين كمان. حابة اشكر كل حد جديد معايا في القناة. منورني وجودكم على راسي. و... وان شاء الله قناتي هتعجبكم، وان شاء الله تستفيدوا مني لو بمعلومة بسيطة، وهتشجعوا جدا ان شاء الله. بحبكم في الله، ربنا ييسر لنا امورنا واموركم جميعا يا رب، اللهم امين. النهارده بقى انا جيت لكم بروتين حلو قوي. ده كان يوم الجمعة، تمام. الروتين ده كان يوم الجمعة، هو نزل لكم متأخر شوية بس يلا سامحوني بقى معلش. طبعا يوم الجمعة ده كان الجو كده فيه نسمة هوا، كان فيها يعني هوا، والهوا كان عالي. وطبعا انتوا عارفين ان انا في بيتي في الاراضي كده الزراعية، وعلى البحر على طول، فقال شوية هوا بقى وشوية هوا كده واي حاجة تلاقي بقى الجو مقلوب عليا ترابة بقى كده زي الرملة وهوا. ولما بفتح الشبابيك ممكن والله يكسر الشباك، يعني من كتر هبدة الهوا للشبابيك وكده. بيهبطها هبد جامد، فبخاف عليهم ان هو يكسرهم بصراحة. فطبعا اليوم ده انا متعودة ان انا كل يوم الصبح كده وانا بروق افتح الشبابيك. لان طبعا الشمس كده لما بتخش البيت وبتخش المكان، بتحس ان هي بتخلي المكان ريحته جميلة كده، وبتغير روايح البيت، وبتخلي الطاقة الإيجابية تخش كده، وتحس إن في راحة نفسية أصلا في البيت. فأنا اليوم ده قلت لأ، مش هفتح الشبابيك لأن الجو مش حلو، بس في الآخر فتحتهم زي ما أنا متعودة. تمام. فهنا أول حاجة بدأت بيها أوضة ولادي كده، كانت محتاجة إن هي تتنفض، بس يعني ما كانش فيها حاجة. هي بس كانت محتاجة إن أنا نفضتها، والملايات كانت نظيفة، كنت لسه مغيرة وما كانتش محتاجة حاجة يعني. فدخلت هنا بقى زي ما انتوا شايفينها. طبعا أوضة الولاد دي دايما دايما مكركبة، يعني أنا أنفضها وأروقها كده وألم الحاجة اللي فيها نص ساعة بكتير، وتلاقيها خلاص رجعت زي الأول وأحسن. ده طبيعة كل بيت فيه أطفال، وطبعا أكيد انتوا عندكم كده، انتوا راخرين. أي بيت فيه أطفال ده طبيعته. فربنا يهديهم يا رب ويخليهم ويطول في عمرهم يا رب، ويحميهم من أي شر ومن أي سوء لنا ولكم ولأطفال المسلمين جميعا يا رب، اللهم آمين. فبدأت بقى إن أنا ألم كل حاجة كده من مكانها. لميت بقى كل حاجة. هما في الوقت ده ولادي بقى ربنا يا رب يخليهم لي ما كانوش في البيت، يعني كانوا اللي راحوا دروسوا بقى واللي مشوا. ومكة ما كانتش هنا، كانت راحت مع باباها. استغليت ان ما حدش منهم هنا، وقلت بقى اما اخش اروق الاوضه، لان هم موجودين هنا مش بعرف اعمل منهم حاجه بصراحه يعني. وانا يمكن اكتر الاوقات يوم الجمعه ده مش بعرف اصور خالص ولا اعمل معاكم اي حاجه، لان هم بيبقوا موجودين معايا في البيت، بتبقى دوشتهم كتير كده، ومش بعرف ان انا اعمل منهم حاجه ولا بعرف اصور. فبفضل ان انا اصور معاكم طول الاسبوع واعمل روتينات وحاجات من الحلوه دي، بس اليوم اللي هم بيبقوا قاعدين فيه مش برضه اعمل فيه حاجه بصراحه. فزي ما قلت لكم بقى هم ما كانوش هنا، فقلت استغليت بقى، قلت لا هخش بقى اشارك معاكم الاجواء بتاعه يوم الجمعه ده. طبعا يوم حلو قوي. وبحب اليوم ده وبحب اجواءه، فقلت اصوره معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شغلت بقى الشاشه على القران كده وعليته شويه، بحب اسمع القران كده بتاع يوم الجمعه ده. بتاع اذاعه اللي هي بتاعت اذاعه التلفزيون دي، اللي هي في محطه كده في التلفزيون بتيجي عليها قران الجمعه، بتبقى جميله قوي، بحب اشغلها يعني. بحب اسمعها كده يوم الجمعه. هنا بقى فتحت الشباك زي ما انتم شايفين كده، قلت لازم أنا افتحه زي ما انا ضاريه ومتعوده. فتحته بس الهوا قفله تاني، يعني الهوا قفله. انا عارفه ان الهوا كان هيقفله اصلا، بيقوم قفله كده هبد الخشب بتاعه قفله. فزي ما قلت لكم بقى فتحت القرآن كده، وانا بقى شغاله سامعه القرآن بقى، وفي جو هادي كده، مفيش بقى ولا يا ماما ولا مش يا ماما.
فايه روقت لهم الاوضه، كنستها كويس. انا ما مسحتهاش ولا اي حاجه لانها كانت نظيفه، ما كانتش محتاجه يعني. فانا استكفيت بان انا بس اروقها كده، وروقت السراير على السريع، وكنستها ولميت كل حاجه، وفتحت الشبابيك وخليتها زي ما انتوا شايفينها كده فله مفلفله. وهنا بردك انا معاكم كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الراحة النفسية بقى لما بشوف المكان نضيف كده ببقى مرتاحة نفسيا أوي بصراحة. بحب أشوف كل مكان كده قدامي نضيف ورايق كده مفيهوش كركبة. دي بقى ايه الراحة، الراحة بجد، إن الواحد يشوف المكان نضيف كده. خلاص خلصت وعطرت الأوضة، وهنا الشباك انقفل اهو زي ما قلت لكم. وخلاص بقى طلعت على طول. على الصالة برضك كنت فتحت الشبابيك هنا والبيبان بقى، وكل مكان كده فيه شبابيك فتحت. شايفين هنا الهوا كان عالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبرضك روقت الصالة وروقت عند مكان الشاشة كده، وروقت الدنيا. وهنا بقى قلت ايه، طبعا زي ما انا متعودة ابخر شقتي واعطرها كده مع القرآن الكريم، بحس بكمية راحة بقى ما تتخيلوهاش بجد. هنا كنت حطيت شوية من قطعتين من الفحم، وحطيت البخور ده. بخور جايلي يعني، كان جايلي من السعودية وكده، ريحته جميلة قوي. آه ساعة ما بحطه كده بتشم بقى الروايح ديت مع القرآن، حاجة بصراحة راحة نفسية ما شاء الله. ربنا يرزقنا بالراحة النفسية دايما يا رب، اللهم آمين. ببدأ بقى ان انا ايه، اخد البخور ده كده وفي انحاء الشقة كلها، كل مكان كده بحطها شوية دقيقتين 3 في كل مكان كده تعطره وتخليه ريحته جميلة. وبقوم سايباه بقى في مكان واحد وبس كده، تكون الشقة نظيفة وريحتها جميلة كده. بصوا حاجة تحفة بصراحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جيت هنا على طول بقى على الركنة كده، حطيتها على الترابيزة دي بقى، سبتها بقى ايه كده تبخر وتعطر بقى مع القرآن كده. ربنا يرزقنا يا رب براحة البال، اللهم آمين. احنا بقى هنا عندنا أقل شوية هوا بقى وشوية بتاع، تلاقي الجو قالب بقى ترابة ناعمة كده زي الرملة. أنا يمكن باخد فصل الشتا كله مش بحب إن أنا أفتح الشبابيك خالص، لأن بجد عندي تراب تراب حاجة فظيعة، لأن طبعا أنا في الأراضي الزراعية وطريق، فبتبقى بقى عربيات وحاجات دي ماشية ترابة بقى ما اقولكمش. طبعا انتوا عارفين ومتابعين معايا ان التراب مهما اكنس ومهما انضف والله تراب على طول. فربنا يعيننا جميعا يا رب. انا بقى كنت نقيت شوية من الخضارة كده، غسلتهم كويس. وفي اليوم ده طبعا جوزي جاب لنا سمك. انا في يوم الجمعة ده متعودة دايما ان انا اعمل لحمة بقى، فراخ، بط، أعملهم كده، لإن طبعًا ده اليوم الوحيد اللي بنتجمّع فيه كلّنا. طبعًا أنا بقى ولادي وجوزي بنتجمّع فيه كلّنا على إيه، صينية واحدة. باحب يعني في اليوم ده وضَري على كده إن أنا أعمل فيه إيه بقى، محشي، ده بَط بقى، ده مكرونة بالبشاميل، ده رقاق، حاجات من الحلوة دي. فطبعًا طبعًا ده يوم الجمعة. ويوم الخميس ما جوزي ما كانش جاب سمك، فطبعًا كنت عملت فراخ وكده. فإيه، جيت النهارده بقى قُلت له: "لأ، لازمًا بقى عن السمك ده، إحنا من عشاق السمك." راح على طول جاب لنا السمك ده، سمك ما شاء الله، ما شاء الله، حاجة كده جميلة. السمك كان صاحي و وتحفة بجد. وجاب لي طبعًا، أنا من عشاقة السمك الصغير ده، برضك جاب لنا شايفين السمكة صاحية إزاي؟ كانت لسه صاحية خالص، كانت بتلعب في المَيّة.
من عشاق السمك الصغير ده، جاب لي بردك كيلو كده، قال لي ايه عشان تنقنقي فيه براحتك. غسلت بقى السمك كويس وطلعت منه المرارة كده وسبته بقى في جنب. قلت بقى اما اجهز ايه الغدا بدري كده عشان نقعد نتغدى ونشوف هنكمل يومنا ازاي. حطوا لي لايك بقى حلوين كده ان كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا، وعايزاكم تصلوا على النبي كتير في الكومنتات، عايزاكم كده تصلوا على النبي كتير قوي. مش حابين تحطوا اللايك ما تحطوش، بس صلوا على النبي كتير في الكومنتات عشان نشيل اجر كلنا، اللي يقول واللي بيرد عليه. الصلاة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيت هنا بقى عملت طبق السلطة ده طبق السلطة ده مختلف شوية عن اللي أنا بعمله كالعادة. طب ليه بقى مختلف؟ لأن هنا أنا بمسك الطماطمية بس أقطعها إيه، يعني بمسك الطماطمية أقطعها نصين، وبعملها إيه شرايح كده، وبعدين بقطعها نصين اتنين. شايفين القطع كبيرة معايا. الطريقة دي بصراحة بابايا اللي كان بيعملها، أبويا ربنا يديه الصحة يا رب، هو اللي كان بيعملها كده على طول. فأنا قلت إيه يعني إيه، لقيت نفسي يعني فيها في السلطة اللي بابايا بيعملها ده. فقلت أنا هعملها. بيمسك بقى الطماطم، قطع الطماطم يعملها كبيرة شوية، وكذلك الفلفل أو الشطة، وكذلك الخيار بتبقى القطع كبيرة شوية. وجبت هنا معايا بردك بصلاية قطعتها جوانح كده كبيرة بردك مش صغيرة، يعني ما نعمتهاش، شرايح كده زي ما انتوا شايفينها، وهحطها كلها على بعضها. وهحط البهارات بتاعتي اللي هي ايه بقى، اللي هي عبارة عن توم بودر، وشوية من الفلفل، وشوية من الكمون، وشوية من الملح. تشموا بقى ريحتها بجد تحفة قوي، تبقى جميلة. وكوباية مية كبيرة بحط عليها مية، تبقى جميلة. تشربوا المية قبل السلطة. جربوها كده وإن شاء الله تعجبكم الطريقة دي. زي ما قلت لكم بابايا على طول اللي بيعملها، فانا يعني لقيت نفسي ايه هفاني عليها، فقلت لا هعملها ما دام نفسي هفاني عليها كده. خلاص عملتها بقى وحطيت لها الميه وسبتها في جنب. جيت هنا بقى طبعا على الفرن، شايفين بقى الدخانه واللي انا عملته في نفسي. جيت هنا بقى على الفرن ده، طبعا قلت هشوي السمك في الفرن الحامية، في الفرن البارد ده. شايفين الدخانة كانت فظيعة. مخليه الكاميرا مش واضحة قوي يعني، لأن الدخانة كانت الجو قلب هوا وكانت عاملة دخانة جامدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عملت بردك رز معايا، وعملت السلطة وسبتهم بقى، وطلعت هنا على طول للسمك ده. بيبقى ليه طعم وريحة تانية في الفرن ده بجد. طبعا كل الستات البيوت الشاطرة هي اللي بتعرف تقعد قدام الفرن ده، لأن قعدانه بصراحة صعب جدا. بيبقى عايز حد يكون عارف يعني قدامه، أو عارف إن هو يقعد له كده. وهنا مكوكة كانت مشرفانة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا لي بقى مين من عشاق السمك، مين من عشاق السمك اللي هو المشوي ده. أنا من عشاق السمك المشوي يا جماعة، بحب السمك المشوي جدا. لما تلاقوني على طول بعمله، بصراحة بحبه قوي السمك المشوي ده. وولادي برضك زي يعني كلنا بنحب السمك المشوي. يعني ما بنحبش انواع السمك التانية قد كده. يعني ايه، مش دايما بنحبها على طول قد السمك المشوي. عايزين على طول بصراحة سمك مشوي، اي نوع بقى، اي انواع السمك بس تكون مشوية. وبالذات السمك اللي هو البلطي ده. يعني في ناس بتقول عليه بلطي، وفي ناس بتقول عليه سمك مشط، يعني حسب ما بنقول عليه. خلاص هنا بقى كان خلصته بقى، اتشوى معايا، وبدأت ان انا هنا املحه. حطيت له في التمليحة بتاعته وبس كده. انا هنا مطلعاه على القش. القش ده نضيف جدا، نضيف يعني هو نضيف كده. جبت بالة نضيفة وفكيتها وخدت منها شوية دولت، يعني ليه؟ فعشان ما حدش يقول لي يعني انت مطلعاه على ايه ولا كده. هنا معايا القش نضيف قوي،
وما تحسوش اصلا بطعم السمك ده لما تلاقوه كده محطوط على القش وريحته كده ريحة سمك سمك. وطبعا هنا بقى كنت مجهزة الشاي، احنا هنتغدى بره كده، هنتغدى في طول الفرن كده. فكنت مجهزة بقى ايه الشاي اللي انا هعمله على الركن. جبت بقى الكوبايات والكنكة، حطينا بقى فيها الشاي عشان نعمل شاي على الراقية معانا. يوم بقى بره كله كده، أجواء جميلة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهننضف بردك الخضارة بتاعتنا دي، وهجيب لكم طريقة الزرع إن شاء الله. للي حابب يعني يجرب ويزرع وكده، اللي عنده مكان، اللي عنده حاجة يعني حابب إن هو يزرع فيها أو كده. الطريقة سهلة جدا إن شاء الله، هجيبها لكم في فيديو جديد إن شاء الله. لا إله إلا الله نبينا محمد رسول الله. اتفضلوا يا جماعة، تعالوا معانا نتغدوا معانا سمك مشوي. جبت في الصينية كده شوية من القش شوية صغيرين، وحطيت بدأت إن أنا أرص عليه السمك. طبعا زي ما قلت لكم القش نضيف جدا. أنا لما بقعد قدام الفرن ده شوية بصوا بقى عينيا ودماغي بصراحة، لأن أنا عندي الجيوب الأنفية تعباني مع عينيا، فبقوم مصدعة خالص. بس هعمل ايه بقى؟ لكل لكل ايه، في مثل بنقول عليه لكل امر ايه، مش عارفة يعني ايه، نبقى نحب حاجة فاحنا مضطرين ان احنا ايه نضحي عشانها. خلاص بقى احنا كنا هنتغدى هنا. خلاص بقى جبت الرز بتاعي الجميل ده والسلطة، وعملت بردك كنت شاوية معايا بدنجان و... والسمك بقى والخضار والحاجات الجميلة دي، وجينا بقى على طول هنتغدى في الجو الجميل ده والمكان الجميل ده. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص بقى اتغدينا وقمنا، وهنا ده بقى ايه الشاي بتاعنا، عاملينه على الراقية كده بس على الهادي، يعني انا حطيت الكنكة كده فوق على الهادي فوق كده. وهنا بقى ايه الجماعة كانوا ولادي يعني وجوزي كان بينظف في الحتة بقى، شيلنا الجرجير والخس اللي كان في قلبها ده كله، شيلناه وسيبنا بس ايه الحوافي بتاعتها من بره كده للكرنب. هنا بقى كانوا بنضفوها وايه وبخططوها كده، انا برضك هجيبها لكم وهي بتتخطط. بخططوها كده يعني ايه عشان يزرعوا فيها بقى، نزرع فيها تاني بصل و... وجرجير بقى وفجل وخس وحاجات من الحلوة ده عشان رمضان. وده الشاي بتاعنا، شايفين كوباية الشاي الجميلة دي؟ شاي بصوا ولا أجدعها شاي. كوباية الشاي على الراكية دي بتبقى تحفة قوي، بتبقى ريحتها جميلة وطعمها جميل. هنا بقى كنا خلصنا خلاص، زي ما قلت لكم هنا اهوت عملناها خطوط كده خططناها، وعشان بقى ايه هنسيبها تنشف كده يومين وبعدين نزرعها بقى. زي ما قلت لكم بصل بقى وخس، والمكان الفاضي الصغير ده عشان الجرجير والفلفل، تبقى جميلة قوي. وطبعا اللي عنده مكان زي ده لازم يستغله للحاجات دي، لان الحاجات دي بتبقى جميلة قوي الخضار ده.
بيبقى ريحته جميلة وبيبقى جميل يعني في البيت. هنا بقى أنا كده يومي خلص والروتين بتاعي وطبعا شاركتكم معايا يومي، يا رب يكون عجبكم وتكونوا طلعتوا مني مستفيدين لو بمعلومة بسيطة. بحبكم في الله، ربنا ييسر لنا أمورنا وأموركم يا رب، وإن شاء الله بقى أشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد. مع السلامة يا حلوين.